مواطن ولا كيتسلف باش ياكل ويعيش، وبسكليت تاليه ولا تحل صعب المنال. واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف؟ احترموا ذكاء المغاربه. سيد الوزير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاربوا الغلاء باستغناء. وهذه احسن وصفه لعلاج غلاء الاسعار اليوم. الحوت، اللحم، الدجاج خليه يقاقي، خليه يخناز، باش هادو اللي شاعلين العافيه في الاسعار ومحتكرين السوق يتردعوا. طاقه المواطن ما بقاتش كتحمل الغلاء والزيادات الصاروخيه في الخضره، الفواكه، الحوت، اللحم، الدجاج وبيض زيت الزيتون. المواطن ولا كيتسلف باش ياكل ويعيش، ما بقاش كيفكر يدير الدار ولا الطوموبيل. وبسكليت تاليه ولا تحل صعب المنال. الحكومه هدرا جوج، ها الجفاف ها التضخم. واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف؟ احترموا ذكاء المغاربه. الحكومات اللي عندها الكبده على الشعب وما مغرقاهاش كريديات مع البنك الدولي، الا تزاد 1% ديال التضخم كتزيد 1% ديال الاجور مع كل زياده على حده. دمرتوا شي حاجه سميتها الطبقه المتوسطه وردمتوا وطحنتوا الطبقه الفقيره والهشه. بغيتوا تبقاو غير نتوما والبطرونه. الله يعطينا وجهكم. حشومه، عوض نناقشوا الاستثمار، تقليص البطاله، مواضيع ذات اهميه اللي تساهم لنا في تحقيق التنميه البشريه المستدامه، باقي نحاصل غير مع غلاء الاسعار. ولا يسعني الا ان اختم بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. صدق الله العظيم.